باهي ليكزامانات وسيستم القراية في إيطاليا كيفاش؟ الساعة بالنسبة للإكزامانات يتعداو أورال، باهي تبع بقية الفيديو تنفسرلكم كيفاش الإكزامانات يتعداو أورال، أما راه فما حاجة باهية في السيستم الإكزامانات هنا جوست في آخر فيديو إن شاء الله نقولها لكم. باهي سيستم القراية كيما بارتو في الأوروب، فما ليسونس فما ماجستير هوني. بالنسبة للبريزونس فما بريزونس ولا لا، انت والماتير وانت والبروف، فما دي بروف تعمل بريزونس وتقيدها في النوت فينال، وفما بروفيت ليه معناها جوست تعدي ليكزامان هذاك هو معناها. بالنسبة توا للكريدي والحكاية هذيك، باهي هنا سيستم موديول يعني اللي انا نقرا فيه واللي نعرف معناها متاع صحابي. موديول معناها تهز الموديول تهز الكريدي متاعك مثلا. فما موديول في دو ماتير، لازمك تنجح في الدو ماتير هذوكم باش تهز الموديول كامل، تهز كريديك كامل. تنجح في ماتير وماتير الاخرى ما تعديهاش ولا ما تنجحش فيها بالطبيعة ما تهزش الكريدي كامل، تقعد تستنى الماتير هذيك لين تكمل. شنيا اخر بالنسبة للنوت، النوت هنا على 30 باش تجيب الموايين لازمك تجيب مينيموم 18، تجيب 18 نجحت في الماتير هذيك. باهي توا الاكزامانات قلت لكم فما اكزامانات اورال وفما اكزامانات بالطبيعة عادية اكري. في الاكزامانات اورال كيفاش تقرا كورك عادي، تحضر عندك كور، وبعد فما اكزامان اورال اللي هو تسألك البروف زوز اسئلة، جاوب على زوز الاسئلة هذوكم في التابلو باش توضح لها قدام اصحابك. تاخذ النوت نتاعك بالطبيعة. باش تسألك سؤال الاول صافات السؤال الاول تعدى السؤال الثاني. هذه هي بالنسبة للاكزامان اورال. فما تيب اخر نتاع اكزامان اورال اللي هو يعطيكم بروجي، تعمل البروجي هذاك. معناها بعد تبريزونتي عبارة البروجي نتاعك، البروف يسألك أسئلة عادية ويسألك أسئلة على الكور، وهذيك هذا التيب الآخر نتاع الأوراق. وفما الإكزامان العادي هذاك بالطبيعة تحضر فيه، تاخد كورك معناها ومن بعد تعدي. قلت لكم فما حاجة مزيانة في سيستم إيطاليا نتاع الإكزامانات اللي هي